السلام عليكم. معكم مالك من قناتي أنا كوابيس مالك. اليوم إن شاء الله خاتمتنا لسلسلة تاريخ 1907 بالنسبة للمخططات الغرب تجاه العرب، تحديدا الشرق الأوسط والخليج العربي كافة. اليوم راح نفتح ملف دفنوه من 100 سنة، بس ريحته لسه طالعة بكل زاوية من واقعنا. ملف خطير اللي الكل بيعرفه، اسمه كامبل بن رامان. يعني تخيل معي وثيقة إذا كانت موجودة فعلا فهي أخطر من وعد بلفور، وبل أمر وأدهى من سايكس بيكو، لأنها بتحكي مش عن احتلال أرض، لا، هي بتحكي عن احتلال عقول، تقسيم هوية، وسجن أمة كاملة داخل جغرافيا مفبركة. بس المصيبة الوثيقة هاي ما حدا شافها، بس لو ما شفناها الواقع كقصة غربية هو فعليا بيحكي هيك. لنفترض أنه فعلا كاتب عربي أو راوي عربي بأحد سفراته أجا هذا الشخص الهندي حكى له هالقصة، وهذا هي انسردت علينا إحنا كعرب من ذاك الزمان إلى اليوم، والكلام فعلا هي بنطبق علينا. أساس شغلهم علينا إنهم يقسموا العرب ويحتلون اقتصاديا وعقليا وكل إشي. فحكينا بالفيديو السابق إنه إحنا كوحدة عربية إن شاء الله راح نكون إيد وحدة. الوثيقة هاي ما حدا شافها فعلا، بس القصة بتبدأ مثل ما ذكرنا بعام 1907 لما اجتمعوا رؤساء دول أوروبية في مؤتمر سري بلندن، وبدعوة من رئيس وزراء بريطانيا وقتها كامبل بن رامان. قال لهم يا جماعة إحنا عم نشوف خطر كبير جاي من الشرق، من هون لهون، من المحيط للخليج. العرب صح فقراء بس قاعدين على بحر من ذهب، وعندهم تاريخ ودين ولغة ووحدة، وإذا توحدوا الكارثة علينا إحنا. فشو الحل؟ يتقاسموا العرب قبل ما يتوحدوا، يتقسموا، ما يعطوا فرصة ينهضوا لو إنها فرصة واحدة، نكسرهم قبل ما يجتمعوا. ومن هون طلعت التوصيات المزعومة اللي من يومها قاعدين نعيشها كأنها قدر محتوم علينا. بس استنى شوي، كل هالحكي وينه؟ فيش ولا وثيقة رسمية بتثبت وجود هالمؤتمر، ولا حتى محضر جلسة من سنة 69. الدكتور أنيس صايغ رئيس مركز أبحاث منظمة التحرير طار على لندن، دخل أرشيف البرلمان البريطاني، قلب كل ملفاته من سنة 1905 إلى 1907، فتش بمكتب جامعة كامبريدج حتى وصل لأوراق كامبل بن رامان الشخصية. لكن الصدمة إنه ولا في أي إشي لهاي الوثائق. راح لأنطون كنعان، هذا كاتب فلسطيني اللي كان أول من كتب عن هالقصص، وقاله من وين جبت المعلومات؟ رد كنعان وقال له سمعت عنها من راكب هندي كان جنبي بالطيارة. تخيل، أسطورة بنى عليها وعي أمة كاملة. تخيل من إشي بسيط كان عابر، طلعت جاي من حديث داخل طيارة. بس هون ببلش الجزء المخيف، لأنه التوصيات اللي بتنسب للوثيقة قاعدين بنشوفها فعليا زي ما ذكرت لك من شوي، بتتحقق ببند ببند، أول بأول. أول توصية إبقاء العرب مفككين جاهلين متناحرين، وهذا اللي صار من يوم تقسيم الشام لحد انهيار الوحدة العربية المصرية السورية، لعشرات الحروب والانقلابات اللي صارت داخل الجسم العربي نفسه. ثاني توصية زرع حاجز بشري بيفصل آسيا العربية عن إفريقيا العربية، والحاجز كان واضح، كيان غريب اسمه إسرائيل تأسس بسنة 1948 بنص القلب عشان يفصل مصر عن الشام والمغرب وعن المشرق. ثالث توصية هون منع النهضة العلمية والاقتصادية وحرمان العرب من التكنولوجيا. من وقتها لليوم كل ما حدا حاول ينهض يقصف أو يحاصر وينقلب عليه. من سنة 1916 اتفاق سايكس بيكو قطعت المشرق العربي ما بين فرنسا وبريطانيا، أعطى فلسطين للي ما
بيملكها. بعدين انفرضت الأنظمة القطرية وصرنا نحلف بالوطن أكثر من ديننا وهويتنا الجامعة. بس الأكثر وجع إن بعد قرن ولسه نسبة الأمية بالعالم العربي توصل 27%، يعني ضعف المعدل العالمي. طيب شو نعمل؟ نظل نبكي على وثيقة مش لاقينها؟ لا، هون بنقلب الصفحة. بالسنوات الأخيرة بلشت مشاريع بتكسر اللعنة هاي كاملة، وشبكة كهرباء موحدة بين دمشق وبغداد بخط 400 كيلو فولت تمتد للأردن ولبنان. مشروع اسمه الحزام الكهربائي العربي. أنبوب النفط اللي بيربط كركوك بميناء بانياس بسوريا قاعد بينقل طاقة، مو بس نفط، قاعد بيوصل نبض الشرايين بين كل دولة متقاطعة. السوق العربي المشترك أول اتفاقية تجارية حرة، ركز، حرة، يعني ما حدا له علينا سلطة. إحنا العرب بداخلنا بين بعضنا البعض. وبين مصر والسعودية بنشوف وزراء بيوقعوا مهندسين بيركبوا أبراج كهرباء على حدود كانت ممنوعة من التواصل أصلا. الدكتور سمير العياش خبير اقتصادي عربي قالها بوضوح: لما العرب يوحدوا كهربتهم ما في استعمار بيقدر يعتم عليهم. كلمة واضحة. وارجعوا للتاريخ وارجعوا للدكتور سمير العياش على الصفحات الرسمية والكتب الرسمية. هاي مش قصة مؤامرات، هاي قصص مقاومة اقتصادية بحت حتى ننهض على رجلينا وتكون كلمتنا مننا وفينا. وفي تسجيل نادر من سبعينات القرن الماضي للمهندس مصري اسمه عزت بيومي بيحكي عن كيف حاول يبني خط كهرباء يوصل بين مصر وسوريا قبل ما تنهار الوحدة. حكى كيف المخابرات الغربية ضغطت وكيف انقطع المشروع لحظة كانت الكوابر على وشك التمديد. قال كانوا خايفين من النور اللي بيوصل بين الشعوب. فهل إحنا محكومين نظل نظريات ومؤامرات؟ لا، التحدي مش نثبت وجود وثيقة تحدي، نكتب وثيقتنا الجديدة، إحنا نكتبها بإيدينا ونثبتها بأسمائنا، خريطة النهضة العربية. من هون بنبدأ مناهج وبنبني مناهج موحدة تتكلم عن مقاومة التقسيم مش عن ترسيخها. مشاريع تكامل مثل ربط الكهرباء والغاز والإنترنت، قاعدة بيانات مشتركة لكل الطاقات الشبابية، أبحاث علمية بتمولها الجامعات العربية مش فقط الخارج، من عندنا إحنا كعرب بتمولنا دولنا لمشاريعنا إحنا كشباب. وبلدان تصنع رقائق إلكترونية بدل ما نشتريها إحنا العرب نصنعها، ليش لا؟ ولازم نركز على شغلة كثير مهمة بتمنى الكل يأخذ فيها ويراجع نفسه، يراجع أهل بيته، يراجع المنطقة اللي عايش فيها، يراجع شباب أصحابه. والله لو عزمنا على أن نكون يد بيد، على الأقل استنوا النصر من رب العالمين. بالإشي اللي منيح اللي إحنا بنعمله ثقوا تماما راح يكون النهضة من إيدينا إحنا بالجيل القادم الصاعد إن شاء الله. وأنا هون خاتمتي معكم، أنا مالك، بوجه دعوة لكل مشاهد عربي: شو أول مشروع تكاملي بتحلم فيه؟ اكتبوا بالتعليقات، سمي مشروعك واحلم معنا، لأنه بالحلقة الجاي راح نأخذ أبرز فكرة ونحاول نعرضها على خبراء عرب ونشوف إذا ممكن تصير حقيقة. شاركوا بهاشتاج مشروع للوحدة العربية أو مشروع للوحدة، وهاشتاج نكتب نهضتنا بأيدينا. الاستعمار كان بده يخلينا جثة تمشي. اثبتوا